تخافش ربنا حي ما بينامشي وملوش حدود. سؤال بيقول أنا بتأثر جدا بوعظة أو حكاية، لكن بعد وقت قليل برجع أبعد تاني. خلاص اسمع وعظة كل يومين. حط لنفسك مع أبوك الروحي قانون روحي. مش كفاية أنك تتأثر بوعظة، ده زي اللي بياخد أكلة كل يومين 3. أخطيت يا أبو. لأنه الأكل الروحي لازم يبقى منتظم زي الأكل الجسدي. يعني أنت بتاكل 2 3 كل يوم، لازم يبقى في مثلا صلاة باكر وصلاة النوم، لازم يبقى في إنجيل كل يوم، لازم قداس كل أسبوع، يبقى في غذاء روحي، وإلا هتبعد عن ربنا، الدنيا هتاخدك. فيبقى في حد أدنى ما تنزلش عنه، وده تتفق فيه مع أبوك الروحي عشان ما تبقاش الحكاية انفعال كل فين وفين. لا، لازم تخاف على نفسك. لكن بركة ان في عظات وسير قديسين وحاجات كتيرة، لو انت بتتأثر اشتغل بشكل اكتر يعني. شكرا يا أبي. شكرا. ليه الروح القدس نزل على ربنا يسوع في الغطاس؟ سؤال حلو. قال عنه القديس كيرلس الكبير تعبير اسمعوه وركزوا فيه، لأنه كلام اللاهوتيين ده عاوز تركيز. قال حلول الروح القدس على المسيح في الثيوفانيا هو حلول الروح علينا نحن فيه. يعني ايه؟ هو طبيعي المسيح مش محتاج الروح القدس، لأنه واحد مع الآب والروح القدس في الجوهر، بس بحكم تجسده ولأنه بقى ابن الإنسان، والروح القدس لا يسكن في البشر من ساعة الخطية والفساد. حتى لو ما يسكن في ملك زي شاول، دي مأمورية عشان يجهز لمجيئه، لكن مش بيستمر وجوده جواه. فهنا دي مقدمة معموديتنا احنا. عشان كده قالوا الروح القدس لما حل المسيح كابن للبشر، عشان كل إنسان يؤمن بعد كده يتعمد وياخد الروح القدس. إذن هو مش محتاج، لكن احنا محتاجين، فهو من أجلنا عمل ده كله. زي الصيام، لما تقول المسيح صام هو محتاج يصوم؟ من جهة لاهوته مش محتاج، بحكم ناسوته خلاص لازم يصوم. لما تقول مات، هل من جهة لاهوته محتاج يموت؟ حاشا، قدوس الحي الذي لا يموت. لكن من أجلنا، من أجل خلاصنا، خد طبيعة بشرية قابلة للموت. فدايما الآباء يقولوا كل اللي عمله المسيح عمله لينا مش لنفسه. أغسطينوس كان يقول كده، قال كل اللي عمله المسيح كان بيعمله لحساب كنيسته، المؤمنين اللي جايين. فهو لما تعمد بقينا احنا نتعمد، لما صام خدنا بركة صومه وبنصوم زيه، لما مات بقينا نموت معاه في المعمودية، لما قام موعودين بقيامة الأموات. فهمتوا؟ يبقى كل اللي بيعمله كسبنا احنا منه، لكن هو ما كانش عن احتياج خاص بربنا. أنا بخاف على أولادي وجوزي، ده خوف غير مقدس. في نوعين من الخوف، في خوف رديء وفي خوف مقدس. اللي كنا بنحكي فيه ده خوف مقدس، يعني يوصل للقداسة، مكملين القداسة في خوف الله. الخوف الرديء هو خوف معطل للحياة الروحية، يعني القلق نوع من الخوف. اللي خايف على عياله، واللي خايف على صحته، واللي خايف على فلوسه، واللي خايف من البشر عموما، واللي خايف من المستقبل، كل المخاوف دي ضعف إيمان وتعطل. لأنه المسيح عاوزنا نثق فيه، وقال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون بما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون.
وقال لا تهتموا للغد. إذن لا تهتموا يعني ما تعولوش الهم، ودي يمكن أكتر وصية قالها ربنا يسوع، ما تعولوش الهم، ودي أكتر وصية احنا بنكسرها. لكن خوف ربنا كان يقول الشيخ الروحاني يطرد خوف الناس. اللي يخاف ربنا قوي ما يخافش من الناس، زي إيليا يخاف ربنا، يقف قدام أخاب، يدخل أخاب في شمال كده يقول له أنت مكدر إسرائيل، قال له لا مش أنا، أنت وأهل أبيك، أنت ده ملك معاه جيش. إيليا ما بيخافش، ليه؟ بيخاف ربنا. فكل ما خوف ربنا زاد كل ما أي خوف تاني راح. أنا بزعل إن أنا بغلط وأرجع أغلط تاني. كمل زعلك من الغلط بتوبة كاملة. التوبة الكاملة تحتاج صلاة حارة، وتحتاج أب اعتراف، وتحتاج جهاد. إزاي ما ترجعش تغلط تاني؟ قديس يوحنا ذهبي الفم له عظة جميلة عن التوبة، يقول في 4 علامات للتوبة الجد، التوبة اللي تجيب تغيير يعني. يقول الأول إقرار، إن الواحد مقتنع إنه وحش وغلط، والإقرار ده يكمل بإقرار قدام أب الاعتراف. 2 يقول عليها يقول اتضاع، إن التائب متواضع خجلان من ربنا فبيصلي بنوع من الخجل. 3 يقول جهاد ضد الخطية. وآخر نقطة يقول لا يقع في الإدانة. التائب يعرف هو تائب ولا لا لما الإدانة تقف، يقولها كده. لأنه مثلا بيجيب مشهد سمعان الفريسي والمرأة الخاطئة. سمعان لأنه مش تايب قاعد يدين المسيح نفسه ويدين المرأة الخاطئة. الست الغلبانة اللي بتبكي دي لأنها تايبة ما شافتش حد، ولا دانت اللي بيدينها، ولا استغلطت حد. الفريسي والعشار نفس المشهد، الفريسي بيدين العشار جوه الصلاة، العشار لأنه تايب ما يعرفش يدين حد، هو بيدين نفسه. فركز في توبتك عشان تكمل. ازاي احس بوجود ربنا؟ كلمه كتير، ربنا قريب، افضل حكي معاه طول اليوم وانشغل بكلامه. اللي يخليك حاسس بربنا طول الوقت ان آية شغلاك، اخطيت انك تصلي قداسات كتير وتصلي مزامير كتير وتسجد لربنا كتير، يقوم ربنا احساس وجوده يزيد. ربنا قريب بس المشكلة فينا. أغسطينوس بعد ما تاب قال حكمة جميلة، قال كنت دائما معي وأنا لشقاوتي لم أكن معك. يعني ما طلع العيب مش فيك يا رب، أنت كنت جنبي طول الوقت، كنت جنبي وأنا اللي ما كنتش واخد بالي. لو بنت شافت فيديوهات مش كويسة، لما تكون بنت صغيرة بالذات طمنيها الأول إن ده غلط وما تعملش كده تاني، لكن ما تفضلش حاسة برعب وقلق، لأنه أحيانا أي تعرض لصور غريبة وحشة بيعمل حاجة اسمها صدمة نفسية. فإحنا مش عاوزينها تدخل في صدمة نفسية، بنقول لها ده كلام وحش، ده بتاع حيوانات مش بني أدمين، خلينا نعترف ونقول له يا ابونا أنا وقعت في كذا، مش هنعمل كده تاني، ونعدي الموقف، ما نركزش فيه زيادة عشان ما نكبروش ونهوله زيادة يجي لها رعب وخوف نفسي يتعبه. كيف أخاف الله وأنا أحبه؟ يشوع بن سيراخ حلها في آية جميلة لما قال مخافة الرب أول محبته. لأن في ناس بتستشهد بقول أنبا أنطونيوس أنه أنا أحب ربنا ما بخافش ربنا. هو ما يقصدش أن الخوف المقدس، لأنه هو له كلمات عن الخوف المقدس اتلغى، لأنه لما تخاف ربنا تبقى بتحبه لأنك عاوز ترضيه مش عاوز تزعله، خايف تبعد عنه، وانت عارف ان الكتاب بيتكلم عن الدينونة وعن الوصية، فما فيش تعارض بين الفضيلتين، خوف الله وحب الله يتكامل.
ازاي لو البيت مليان شر اعيش حياة التوبة؟ تأكد ان ربنا يسوع حاسس بيك والضغط اللي في بيتك. صلي كتير، اختار الكلمة اللي تقولها، وبصلاتك وجهادك ممكن البيت كله يتصلح. واحدة زي القديسة مونيكا عاشت في بيت صعب، جوزها كان وثني صعب، وابنها طلع زيه شوية أغسطينوس، وبعدين بصلواتها ودموعها وصبرها كسبت الكل. يقال حتى جوزها على آخر أيامه تاب وتعمد. غير أغسطينوس طلع قديس كبير قوي وشهد لأمه إن هي أهم أسباب توبته. فيها تعب وفيها وجع قلب، لكن ربنا بيقدر التعب ده. إنك تبقى في ظروف في البيت مالهمش في الصلاة ولا الإنجيل ولا الوعظات، ويمكن يتريقوا عليك ويمكن في شتايم، احتمل وكمل جهادك. شباب اعدادي وثانوي ما عندهمش احترام. بصوا يا جماعة، لو عاوزين نغير حاجة نبدأ بنفسنا الأول. في حاجة اسمها هرم التأثير، يحكوا العلماء يقولوا عشان تعمل تأثير على أي مجتمع 3 كلمات وبالترتيب ده. قاعدة الهرم القدوة، ونص الهرم العلاقة، وقمة الهرم التعليم. يعني ايه؟ لو عاوز تغير في عيالك عيش صح، خاف انت ربنا، صلي بخشوع، اعمل كل الصح. حتى لو بصين ومش متأثرين بعد شوية هيتأثر. تاني نوع من التأثير او اللي يكمل التأثير، حبهم، العلاقة، استحملهم، حكي معاهم، اسمعهم، صاحبهم. وده الخادم الشاطر اللي يبقى قدوة وقريب لعياله قوي. تيجي بقى آخر جزء صغير اللي هتقوله هيفرق معاه، لأنه لما يكون بصين لك كقدوة وبيحبوك فعلا هيسمعوا لك. لكن نمشي نزعق في الكنيسة، اسكت يا ولد، اسكت يا بنت، مش ده الحل، لأنه لا شافوا قدوة ولا في علاقة. فيبقى الأوامر والنواهي دي مش كفاية، مش هي اللي هتغير الجيل. لكن زي ما قالت لنا الدسقلية كمان، امحوا الذنب بالتعليم. كلمة ربنا بتغير الناس شوية شوية. مش عارفة أطبق وصية لا تدينوا. الإدانة تبتدي بالنظرة أو الودن، وبعدين تدخل على الفكر، وبعدين تطلع من اللسان. في الأول امسك عينك وودنك. لو ما بتشوفش أخبار تدين الناس وما بتسمعش أخبار الناس، الإدانة تقل. يعني واحدة بيجي لها تليفون والتانية عاوزة تحكي عن فلانة وعلانة وتعيب في الناس، ما هو لازم التليفون ده يتلغي. يبقى من الأول توقفي المكالمة أو تعتذري بأي طريقة. ليه؟ لأنك لما تسمعي الكلام ده هتتلخبط، هتقعي في إدانة بالفكر، وبعدين ما يخلاش الأمر ينزل من الفكر على اللسان، نبتدي نجيب سيرة الناس. الحكاية عاوزة حرص، وعاوزة الواحد يخاف إنه يقول كلمة، لأنه كلكم جربتوا الكلمة اللي هتقولها على شخص هترجع هتقع فيها بنفسك. قلت على واحد كذاب هتكذب، قلت على واحد بخيل هيتقال عليك بخيل، قلت عليه مش عارف مستهتر هيتقال عليك مستهتر. طب على ايه؟ خاف على نفسك. يعني ايه العطاء بسخاء؟ اولا العطاء مش مادي بس، العطاء ده زي السامري الصالح، مثل رائع في العطاء بسخاء. القصة ما كانتش فلوس، واحد بيموت قصاده وحتى الكاهن واللاوي عدوا عليه ما سألوش، حط له إسعافات أولية، ركبوا على دابته، خدوا الأوتيل، دفع فلوس، قال هرجع تاني أكمل. في اهتمام وحب وعطاء وقت وعطاء فكر وعطاء إمكانيات، كل ده اسمه عطاء. والعطاء يدخل السماء. وسيدنا له سلسلة رائعة عن الصدقة والعطاء، حقيقة نفسي كل خدام الكنيسة يذكروها، لأن بركات العطاء والصدقات مذهلة. يعني لدرجة في يشوع بن سيراخ يقول تكفر عن الخطايا.
والمسيح له المجد يقول أعطوا ما عندكم صدقة هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. ده وعد جميل قوي، النقاوة ناخدها بالعطاء. إذا لما الواحد يكون كريم سخي، وده اللي قاله بولس للأغنياء في تيموثاوس الأولى 6، قال وصي الأغنياء أن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع. ما تيجي توزع افرط ايدك، ما ربنا خيره كتير، ولما تدي ادي من قلبك. يوم الخمس خبزات دايما نتخيل، معلش ده تخيل، ان التلاميذ كانوا قلقانين الحاجة ما تكفيش، ما هي جديدة عليهم المعجزة دي، فقال لهم روحوا قعدوا الناس. لما قعدوا الناس أدركوا حجم المشكلة، خمسينات وميات طلعوا 5000 عيلة. عشان كده كل الأناجيل ذكرت الرقم، لأنهم عملوا تعداد الأول. طبعا 5000 عيلة ده رقم مهول. أتصور يطلع متى مثلا، متى بالذات عشان كان عشار، فيجي يوزع، يجي له واحد يقول له أنا عاوز رغيفين تاني، يقول له استنى لما نخلص ونوزع الباقي. يرجع للمسيح يقول له ما تديله. عشان كده فاض عنهم 12 قف. عارفين ليه؟ يعني الناس كلت بزيادة، والناس دي كانت جعانة، فيعني كلوا براحتهم قوي. ليه ربنا يسوع سمح ان يفضل 12 قفة؟ عشان يقول لهم وانا قلت لكم قطروا على الناس، وزع، اللي عاوز حاجة ياخد، طب اللي عاوز اكتر ياخد. فاحنا طبعا ما كررهاش كتير ربنا يسوع، لان مش عاوزنا ننشغل بالاكل والشرب، لكن كانت مدرسة في العطاء بسخاء والاتكال على نعمة ربنا. انظر بدموع كل واحد، انا مش بقدر اتكلم مع الكل. ساعات في خدام عندهم خجل، يخافوا من المواجهة. صلي كتير، ربنا يديك حكمة تعرف تفتح بقك صح في الوقت الصح. قديس بولس في كولوسي 4 يقول صلوا لنا ليفتح لنا الرب بابا للكلام، لأن في ناس تبقى مش مستقبلة الكلام، أو أنت خجلان تواجه شخص وتقول له أنا خايف عليك، يقوم ربنا يديك بالصلاة قدرة على الكلام بحكمة، ويمكن تنقذ إنسان من الهلاك. لو شخص أخطأ إليك وأساء إليك، هل الاعتزال عنه صح؟ لا، أنا قصدت اعتزال وهروب عن عالم الشر. لكن واحد غلط فيك، الوصية بتقول لك سامحه وصلي له، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم واحسن إليه، احسنوا إلى مبغضيكم، ولا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. إن جاع عدوك اطعمه، إن عطش عدوك اسقيه، لأنك تجمع جمر نار على راسه. لو هو أخوك وقريب ليك قوي، لا، في حل تاني مهم. إن أخطأ إليك أخوك اذهب وإيه عاتبه بينك وبينه، فإن سمع لك قد ربحت أخاك. يبقى اللي يغلط فيك تصلي له، تعمل معاه خير. لكن مش قريب ليك، مفيش مجال للعتاب، خلاص اكتفي بالخير والصلاة، ونقي قلبك بالتوبة عشان ما يشيلش منه. لكن لو أخوك، لا، ما تسيبش الزعلة، وروح وقول له أنا أكيد ضايقتك عشان أنت عملت كده أو قلت كده. لأن العتاب بحكمة لازم يبدأ منك أنت بالتضاع. لو رحت تلومه هتزيد المشكلة. لكن العتاب غير اللوم. العتاب معناه أنا عاوز أكسبك، أنا بحبك، إحنا أخوات، فأنا أكيد عملت حاجة ضايقتك. أهو ده طريقة تكسب بيها ورابح النفوس حكيم. إحنا 3 إخوات بنات، في واحدة فينا يعني بتختلق المشاكل. بصوا أحبائي، لو فشل الحب ليس هناك إلا مزيد من الحب. يعني إيه؟ في العلاقات الإنسانية المحبة لا تسقط أبدا، واللي يحب هيكسب حتى بعد سنين. ودول إخوات، لو واحدة متعبة أو بتعمل مشاكل، يجوز عندها صغر نفس، يجوز بتغير، يجوز عاوزة تشجيع أكتر. صلي واهتمي واستمري في محبتها لغاية ما تغيري طبعها.
لأن المحبة هي اللي تكسب في الآخر، مش التباعد ولا الخصام. ساعات في جلسة الاعتراف مشاعري مش بتكون موجودة. في المشاعر الأهم مخدعك والمذبح اللي بتقف قصاده. لو انت خجلان من ربنا في مخدعك، ولو خجلان من ربنا في القداس وبتطلب الرحمة من قلبك، حتى لو في جلسة الاعتراف ما لقيتش المشاعر، خليك صادق في اعترافك. الاعتراف واحد بيشكي نفسه. عارفين زي ايه؟ لما يكون مريض رايح للدكتور، في اللحظة اللي قاعد فيها قدام الدكتور هو مش موجوع، بس هو بقية الشهر كان موجوع، فبيقول للدكتور أنا عندي وجع. هو مش بيكذب، هو مش حاسس بالوجع دلوقتي، بس هي حالته كده. فبيقول للدكتور أنا عندي وجع شديد في بطني أو في دماغي. يبقى الواحد بيشكي الواقع بتاعه حتى لو ما لقاش مشاعر. الكلام السلبي يفقدني سلامي. خليك انت ايجابي. من اجمل الشخصيات اللي الناس كلها تحبها انه كل ما تيجي سيرة شخص بكلام سلبي يحول الكلام لكلام ايجابي. انت لو سمعت ان حد قال عليك من ظهرك كلام حلو هتحبه، لانه في غيابك قال كلام كويس. فيبقى استغل كل موقف واعتبر انه دايما الكلام هيوصل لاصحابه، وقول كلام حلو للكل. ليه تشارك في كلام سلبي؟ والكلام الايجابي مرتبط بفضيلة اسمها الرجاء. الرجاء معناه ايه؟ عندنا عشم في ربنا، عندنا امل. مشكلة هتعدي، مصيبة هتخلص، ازمة هتفك، خطية هتتشال، طبع هيتغير. خليك دايما ايه عندك رجاء. ليه؟ هو ربنا ما يقدرش؟ ما ربنا يقدر، وبدل يقدر احنا عشمانين فيه. والكلام اللي فيه رجاء دايما كلام ايجابي مريح. برجع تاني اغلط نفس الغلط، ما تيأس، استمر. ربنا طيب قوي، وقالوا الاباء مش هيعد عليك اخطائك، هيعدلك التوبة والجهاد اللي بتعمله. القداسة حلم غالي، أحس إنه بعيد قوي. ركز في نعمة ربنا اللي بيعملنا قديسين. الروح القدس نعمة ربنا، فبيختارنا ويصنفرنا ويظبطنا ويشفينا ويعالجنا ويطلع وينزل بينا لغاية ما نستوي وندخل السماء قديسين. ده رجائنا. فنسيب نفسنا لربنا ونلتزم بالدور اللي علينا، مكملين القداسة في خوف الله. موضوع الميديا عاوز كنترول. آخر حاجة هقولها عشان إيه ناخد بريك بعد إذن سيدنا. في مبدأ النهاردة العالم كله بيشتكي من حاجة اسمها إدمان الميديا. أغلب العالم داخل على إدمان عالمي اسمه إدمان الأجهزة، وخايفين قوي مع الاي اي والكلام الجديد ده ان العالم كله هيبقى مدمن. الحل اللي طلعوا بيه علماء الاجتماع وعلماء النفس والناس اللي بتفهم، قالوا التوصية الأولى في العالم اللي تحل الأزمة حاجة اسمها سكرين تايم، وقت شاشة. أي شاشة لازم قبل ما تفتحها تحدد لنفسك وقت. هتمسك الموبايل قد إيه النهاردة؟ هتفتح الكمبيوتر قد إيه؟ هتقعد قدام التلفزيون قد إيه؟ فأول حاجة تحمينا وتحمي الجيل اللي طالع موضوع سكرين تايم. وأنا بشوف ناس كتير بالذات برا مصر نجحوا في القصة دي، بيبقوا حاطين لنفسهم وقت. مش همسك، ولو الموبايل مسكه أكتر من ساعة مثلا تلاقيه يزعق له، يعني يعمل له ألارم كده أو إيه ينبهه أنت عديت الوقت بتاعك. احسب لنفسك أنت محتاج الحاجات دي قد إيه بالظبط وما تعديهاش، لأنه لا مؤاخذة الحاجات دي بقت حرامية، حرام جوه البيت. تنسى نفسك وتقعد تحرك صباعك وتلاقي 3-4 ساعات راحوا ومخك راح معاهم ووقتك وعمرك راح معاهم. خطر جدا، حتى علينا احنا المكرسين خطر.
بالكوا بقى بالأطفال والشباب اللي طالعين خطر جدا جدا، لأن كمان المحتوى ممكن يكون مليان لخبطة. يبقى خلينا نبتدي بالقاعدة دي، إن أي واحد بيتعامل مع أجهزة يحط لنفسه سكرين تايم. هتعامل وقت قد إيه؟ بعد كده هقول لنفسي لأ، عشان ألحق أصلي، أقرأ الإنجيل، أتكلم مع أهلي، ألعب رياضة، أخلص مذاكرة، أشوف شغلي، 100 حاجة تانية أهم من مجرد الشاشات. نشكركم على احتمالكم، ونشوف سيدنا يحب يعمل ايه. ترنيمة حلوة كده يا أبناء الرسل. على كل فشلنا ونادى عمل النعمة في أواني مليانة عيون، بس إيديك اتمدت وبترسم فينا المحبوب. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا. كمل شغلك فينا وهواك كرامة خلينا. تشكيلك هو المعبد شغلك فينا حياتنا لازم هيكون رغم فساد شوه أوانينا، رغم محاولات الشرير. مين زيك مش هتفشل فينا، انت عظيم جاي بتغيير. ازرع عمل النعمة في أواني مليانة عيون، بس ايديك اتمدت وبترسم فينا المحبوب. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا. أرجوك كمل شغلك فينا وأواني كرامة خلينا. تشكيلك هو المطلوب. يلي بذلت الابن عشاننا وعطتنا معاه البركات، قادر تشبع فينا نفوسنا وتعيشنا السماويات.
ونص هخلص بالظبط. شكرا يا شباب، هنقعد. طيب نكمل كام سؤال تاني. سيدنا قال البريك 12 ونص، ففاضل لكم ربع ساعة. ازاي ضعفي ممكن يبقى طريق للقداسة؟ ما تنسوش الحكمة اللي قالها بولس عن خبرة: قوتي في الضعف تكمل. يعني نقطة ضعف موسى انه كان مندفع شوية لدرجة مسك المصري خلص عليه زمان. تصوروا ان نقطة الضعف دي بنعمة ربنا بقت اكتر فضيلة في حياة موسى، انه حليم جدا. نقله من العصبية الشديدة لطولة البال اللي يضرب بيها المثل. بيتعامل مع 600 ألف عيلة يهودية، اللي يتعامل مع عيلة يهودية يتعلم الصبر، ده 600 ألف يهودي. فما تخافش، حتى نقطة الضعف ربنا بيستخدمها ويطلع منها حاجة حلوة. زكى نقطة ضعفه ايه؟ بيموت في الفلوس ويأذي الناس عشان الفلوس. النعمة لما دخلت خلته يرمي الفلوس كلها، نص الفلوس للفقراء والنص التاني بقى يصلح اللي عمله قبل كده. اوعى تفتكر ان نقطة ضعفك تعطل القداسة، لا، في ايدين ربنا ما تعطلش. مشكلتي ان عارف ان ربنا عاوزنا قديسين، لكن انا حاسة اني وحشة قوي وحاولت كتير. احساس الضعف او الخطية ما يعطلش النعمة. يعني ايه؟ قديس بولس اوحش مننا كلنا في النص الاولاني من حياته. لو قاعد يفكر كام ضحية من ضحاياه ده كان اتعالج نفسيا بقية عمره. انما حط مبدأ مريح قوي ومفيد قوي للنفسيات الحساسة. قال: انا افعل شيئا واحدا، انسى ما وراء وامتد الى ما هو قدام. لو الواحد قاعد يركز في الماضي كتير، كلنا غلطنا ويمكن تعبنا ناس كتير، والماضي ممكن اقعد افكر الناس غلطت فيا ازاي اقوم اشيل منهم. لا، خلينا نسمع الكلام، انسى اللي فات، ركز في اللي جاي. شوف ربنا عاوز منك ايه، لكن ما فيش ما يدعو تقلب الماضي. اللي ما عندوش خوف ربنا يجيبه ازاي؟ خوف ربنا يجي بكلمة ربنا وبالتلمذة. لما تتعامل مع آباء روحيين فيهم خوف ربنا، لما تبص على سير قديسين، لما تفكر في نهاية العمر والوقفة قدام المسيح، كل ده يجيب خوف ربنا. لو أنا خايفة من مجاملة يبقى فيها يعني تنازلات، لا، ما تعملوش تنازلات أخلاقية لأي سبب. المجاملة درجات، ممكن تسأل عن الناس بالتليفون، تبعت هدية، تزور، لكن في مكان لا يليق ما تروحش. لو مكان لا يليق أو تصرف لا يليق ما تروحش. هيزعلوا، لا، نحايلهم ونصالحهم، لكن ما تشاركش. ازاي اعيش القداسة في افكاري؟ تقديس الفكر زي ما قلنا يبدأ بتقديس الحواس، عينيك ودانك ولسانك. وتقديس الفكر كمان يحتاج ايه اللي بيدخل دماغك. عشان كده ما اجمل اللي قاعدين يقروا كلام ربنا ويسمعوا وعظات ويشاركوا في التسبيحة ومشغولين بالخدمة، مخهم رايق، مخهم نظيف. واحد بقى أفكاره كلها في البزنس والفلوس والخناق مخه ملخبط. فتقديس الفكر يحتاج كلمة ربنا. لماذا ينجح طريق الأشرار؟ بص، هو بينجح بس مش على طول. زي ما قال: كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. فربنا يسيبهم ينجحوا شوية، يمكن يختشوا، يمكن يعرفوا إن سكتهم وحش. وده اختبار للأبرار. لما يلاقي ضغط من الأشرار
هيمسك في ربنا ولا هيتنازل ويبقى شرير؟ والمسيح قال لنا السكة فيها صليب، ما أضيق الباب وأقرب الطريق. فلما تلاقي الحرامية بيكسبوا والمستقيمين بيغلبوا، هتلاقي الشيطان يلعبك. هتمسك في سكة حرامية ولا سكة أبرار؟ ده اختبار. لكن في الآخر تأكد أنه طريق الأشرار مؤذي جدا، زي ما الكتاب قال كلمة أرمية: لماذا يا رب ينجح طريق الأشرار؟ الكتاب أكد أن الأشرار نهايتهم وحشة أوي. فما تاخدش نص الحكاية وتنسى النص التاني. موضوع الحدود في التعامل، موضوع الحدود سلاح ذو حدين. ليه؟ في واحد مع كل زعلة يقول لك هعمل حدود، فماشي بطريقة مخاصم الناس كلها تحت كلمة حدود. لا، دي مش حكمة. الحكمة انك انت تحب الناس كلها، لكن مش ضروري تقرب من الناس كلها. يذكر للقديس باسيليوس ضمن بعض وعظاته قال: حب الناس وابعد عن اغلب الناس. ساعات البعد يبقى ايه؟ مسافة يعني، لكن انت ما بتكرهش حد، تخدم الكل وتجامل الكل، بس ما ينفعش تبقى صديق للكل، ما ينفعش. المكثر أصدقائه مخرب نفسه. فيبقى المسافات دي أنا ساعات أحب أسميها مسافات مش حدود، أصل كلمة حدود دي حادة شوية، لكن مسافات. المسافة اللي بينك وبين أختك غير المسافة اللي بينك وبين جارتك، بين زميلتك في الشغل. لازم تبقى مسافات مختلفة، والمسافات دي بتريح العلاقات. أنا بشوف ربنا بيدي ناس ما تستاهلش، بتقولوا عليه إزاي عادل؟ عدل ربنا يكمل في الظهر الآتي. يعني إيه؟ قصة الغني والعازر، فعلا اللي يشوف غني مرفه بزيادة وبيرمي الأكل وعلى باب بيته واحد بيموت من الجوع، يقول ده ظلم. طب ممكن تكمل الحكاية؟ الحكاية إيه؟ الغني ده في النار والعازر ده في حضن أبونا إبراهيم. اتعدلت ولا لا؟ اتعدلت. فأحيانا ما تتعدلش هنا، لأن في فعلا ناس لعازر في الدنيا دي. على فكرة بقى، زي ما قال ذهبي الفم، لعازر كان فرصة للغني يخلص. لعازر بالصبر والشكر داخل السم، الغني بالعطاء والكرم كان يدخل السم. لكن الغني كان غبي، ما فهمش ان خلاصه كان في العازر. اذا ربنا عادل. ليه؟ لان عاوز الكل يخلص. الغني يخلص بطريقة والفقير يخلص بطريقة، لكن في الاخر ارادة ربنا صالحة هتتعدل في السماء. يقول في رسالته الثانية لكورنثوس: عادل عند الله، تسالونيك الثانية 1، عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وأنتم الذين تتضايقون يجازيكم رحمة عند استعلان ربنا يسوع. يعني إيه؟ عادل، بس هتكمل العدل يوم القيامة، يوم الدينونة. الأشرار اللي افتروا حسابهم عسير، الأبرار اللي احتملوا ليهم مجد كبير. أنا عندي وسواس قهري، ربنا يشيل عن الكل. جنب العلاج الروحي مع أب اعترافك خلي فيه علاج نفسي. بعض الأمراض النفسية تحتاج إلى أدوية، وللأسف مجتمعنا المصري بيرفض الحتة دي، بينما ده طب زي أي طب. يعني لو كاهن زي عنده ضغط وعنده مش عنده، ما خدش دواء عشانك مني كاهن، يعني ما أنا لازم أخد دواء. ربنا عمل الأطباء وعمل الأدوية وعادي. هي نفس الكلام، واحد نفسيته ملخبطة شوية، طب ما ياخد دواء. ومع الصلاة ومع الكنيسة ومع أب الاعتراف كل حاجة ممكن تتصلح. للأسف في ناس بتعتبرها عيبة، هي مش عيبة، لأنه دلوقتي بيقولوا الأمراض النفسية أغلبها خلل في كيمياء الجسم، زي السكر كده، خلل في الأنسولين مثلا. فطلعت الحكاية مش إنه إيمانه ضعيف مثلا، لا، الكيمياء بتاعت مخه ابتدت تتلخبط، فابتدى يهلوس، ابتدى يوسوس، ابتدى يكتئب اكتئاب شديد غصب عنه. طب ما ياخد دواء،
لكن ده ما بيلغيش دور الكنيسة الروحي في المساندة واستيعاب المرضى. ربنا يفرح قلبكم. أنا داخل على جواز قريب، اديني النصيحة. مبروك. إنما أنا مش هقول غير نصيحة الكنيسة لكل زوجة، جملتين بيتقالوا وبيبقوا بيتصوروا مش مركزين. تقول الكنيسة في آخر الإكليل للزوجة إيه؟ كوني خاضعة له. دي مهمة أوي. طبعا الكنيسة بتلخص كلام الإنجيل كله وتقول اللي فيه الشفاء، يعني الملخص. وبعدين الكلمة التانية إيه؟ تقابليه بالبشاشة والترحاب. صدقوني لو كل زوجة عملت دول هتلاقي الدنيا تمشي. طبعا بقى الرجالة كلهم حافظين الحتة دي ومش واخدين بالهم من اللي اتقال لهم. لا، اتقال الراجل قبل مراته ايه؟ كن حنونا عليها. برضو دي مهمة قوي. انت المسؤول عنها. يبقى اي ست محتاجة حنية ومسؤولية، واي راجل محتاج من مراته خضوع وبشاشة رضا. بس كده الدنيا تمشي. انما تلاحظوا بقى ان كل واحد مستني من التاني ومش بيعمل اللي عليه، وهنا يجي النكد. عندي مشاكل كتير. ما تفقدش سلامك مع المشاكل، حطها قدام ربنا واعمل اللي تقدر عليه. ومفيش ما يمنع انك تاخد حكمة حكماء، لان في ناس تفضل تحل بعقلها بس. طب ما في ناس عندهم خبرة في الموضوع، روح خد الخبرة. في آية جميلة تقول المساير الحكماء يصير حكيما. اللي يمشي مع حكماء يبقى حكيم، والعكس اللي هيمشي مع جهلة يبقى جاهل. فلو في مشاكل كتير، لا يكون عندك حاجة غلط في تفكيرك أو أولوياتك أو طريقتك، محتاج تقعد مع حد. حكاية آنية للكرامة وآنية للهوان، الحقيقة لو كملت وقريت بقية اللي قاله بولس، آخر النص ده يقول إن طهر أحد نفسه يصير إناء مقدسا نافعا للسيد. يعني إيه؟ ساعات تاخد الآية دي تقول ربنا عنده خيار وفقوس، عامل آنية للكرامة وعامل آنية للهوان. يعني في ناس عاجبينه من الأول وفي ناس رافضهم على طول. كلام غلط. حاشا ربنا انه يكون ظالم، مش ممكن. ده جه مات عشاننا كلنا، يقوم يختار ناس ويسيب ناس؟ لا، هو في الاخر اللي بيحدد اختيار ربنا دورك انت. لو انت شغال بتجهز نفسك في ايد ربنا اناء للكرامة، يعملك اناء مختار زي بولس. كان فريسي في زمن بولس كتير، واغلبهم فضلوا فريسيين اشرار. طب بولس فريسي ابن فريسي، انما اناء مختار. ايه اللي عمل الفرق؟ بولس نفسه. بولس قبل من المسيح دعوته، تجاوب معاه، حبه، احتمل كتير قوي، فبقى اناء مختار. لكن نقدر نقول ربنا ميز بولس؟ ده ميزه ايه؟ ده تعب في حياته كتير. التانيين كانوا رافضين، كانوا يشوفوا المعجزة وينكروها. اغلب الفريسيين دريوا بإقامة لعازر. ذهبي الفم بيقول كده، كل مجتمع رؤساء الكهنة والكتب والفريسيين، لعازر كان شخصية معروفة. وموت شاب زي لعازر على بعد ساعة من أورشليم سمع في الدنيا كلها. راحوا عزوا، وبعد 4 أيام راحوا سلموا عليه. حد يقدر ينكر قيامة لعازر؟ ما حدش يقدر ينكر. طيب ما خلاص الحكاية محتاجة صدقوا بقى، مش راضيين يصدقوا. ليه؟ لأنه هو اللي بيقاوم ربنا، بيعند مع ربنا. هل يلام المسيح في الحالة دي انه ما اختارش الكتب والفريسيين؟ لا، الاختيار في الاخر يرجع لإرادة الانسان برضه.
إذا كان عندي زعل بعد انتقال أمي. فكروا في السماء أحبائي، اقروا عن السماء، اسمعوا عن السماء، نحضروا تسبيحة. جو السماء جو حلو، فلو حد سبقنا للسماء نقول يا بخته ونقول عقبالنا. واحنا عايشين كلنا في الكنيسة ليه؟ عشان نروح السماء. فإذا وصلنا السماء نزعل؟ ما نزعلش، المفروض ده طريقنا كلنا. قديس يوحنا ذهبي الفم له عظة نارية، هزق الناس، أخطيت في التعبير، إن هم بينوحوا في الخرجات وبيولولوا، وقال لهم نقول للوثنيين إيه؟ بنضحك على روحنا؟ إذا كان كل حياتنا عشان نوصل للحظة دي وناخد الأبدية نعمل المناحة دي، يبقى احنا مش مؤمنين، يبقى إيماننا باطل. وسخن على الناس جامد قوي ذهبي الفم، لأنه زعل إزاي يحصل إنه واحد وإحنا ناس مؤمنين عينينا في الحياة الأبدية وبنعد الأيام عشان نروح السماء. إذا تعليم الكنيسة إحنا كلنا عينينا في السماء، واللي يسبق يا بخته، ونتصبر بكلمة ربنا وبالصلاة ونكمل رسالتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. بصوا حبايب، احنا معانا نص ساعة بريك، فشايفين الأسانسيرات الحلوة